مرحبا بكم مرة أخرى. عشر مبروكة، كنتمنى لكم رمضان كريم إن شاء الله بالصحة والسلامة واللي كتمناو. اليوم بغيت نهضر لكم على موضوع جدا جدا مهم ودوزت سنوات وأنا كنعاني منه، وهو المثالية. هي رغبة في الكمال زائفة، هي فقط كتسرق لنا العمر والوقت ديالنا. كنت كل مره كنبغي نبدا شي حاجه كنبقى نقول كنلقى اعذار لراسي باش ما نبداش. هما فقط اعذار. هو عقلنا كيبقى يلعب معانا، كيحاول انه يخلينا في ديك لا زون كونفور، كيحاول يبني لنا صوره وهميه عن انفسنا. ممكن كيقولك ناقصك مهارات، ناقصك علاقات، ناقصينك شهادات، فكيحاول يخليك امن، لانه العقل اللاواعي ديالنا هو كيحاول يبروتيجينا من الاخطار. هو اي حاجه غير مألوفه للعاده وغير شي حاجه ما كديرهاش يوميا شي حاجه اللي جديده عليك، فهي امر مألوف بالنسبه ليه. فهو كيحاول انه يبروتيجيك، فكيبني لك اسوار للقلعه ديالك وما كيخليكش تخرج منها. فكل مره كنت كنبغي نبدا حتى مثلا شان يوتيوب، كنت كنقول لا خلي حتى نشري كاميرا، لا بغيت هادي، لا ناقصيني هادي، لا غادي نبان بهاد الصوره، لا غادي يقولوا هادي، لا. فاكتشفت ان هذاك الشيء كامل اوهام، او ان العقل ديالنا جدا اذا ما تحكمتيش فيه كانه حصان جامح. العقل اللاواعي ديالنا حصان جامح، فاذا ما كنتيش انت قاد انك تكون خيال وتعرف انك تسرودي، تكون انت هو هذاك المدرب اللي غيدربه واللي غيبني فيه داكشي اللي هو محتاج واللي لازم انه يكون فيه. فهو دائما كيبغي يردك لا زون كونفور، ويخليك امن ويخليك مطمئن، يخليك كيف ما هو مولفك. فغادي يمنعك هادشي، غادي يمنعك من التطور، غادي يمنعك من التجديد، غادي يمنعك من انك تكتشف حاجات جداد، من انك تكتشف مدى قوتك وعظمتك وشحال من طاقه عندك، خصوصا لما كتكون في فترات انك شاب وانك عندك ما دير، عندك طاقه وعندك جهد وعندك افكار وعندك. فكل مره كتبغي تخرج ودير شي حاجه جديده، هو كيعتبر ان هذاك الشيء خطر، رغم انه هذيك الحاجه اللي انت غادي دير هي لمصلحتك. هي طريق من الطرق اللي غتعاونك انك ديفلوبا وتبني شخصيه وتبني كيان وتوصل لمراتب عليا وتنجح وتتطور. فكل مره حاولوا كل مره انكم تهرسوا هذاك الحاجز بالمثاليه، لانه المثاليه هي وهم الكمال الزائف. ما كاينش شي حاجه كامله. ومن دوك الاخطاء اللي حنا كنديرو في الطريق كنبداو نتعلموا تدريجيا الى انك توصل لواحد المكانه وكتشوف انه هادوك الاخطاء كان لازم انك تخطئهم، لانه كل خطا درتيه تعلمتي منه مهاره، وكل مهاره تعلمتيها نفعاتك مع الوقت، ساهمت لك. فحيدوا خذوا القرار وحيدوا هذيك النظره ديال انكم خاصكم تبانوا مثاليين في عين الناس. كسروا هذيك الفكره، لانه هي فقط فكره، هو فقط نمط. قلت لكم انه الانماط الفكريه انه الدماغ ديالك كيبني واحد الماب، كيبني واحد الخريطه وكيبقى غادي عليها. الا حاولتي انك تجدد وتغير، لازم لك وقت، لازم انك تكون قاد. tu dois être responsable، تكون مسؤول على راسك، لانه انت وصلتي لواحد لاج اللي ما محتاج ان شي واحد يوريك شنو غدير. انت عارف مصلحتك، عارف شنو خاصك دير، فلازم انك انت تتحمل المسؤوليه وتخلي هذاك الطفل يبكي شويه. شي حاجه اللي غادي تضرف، اللي غادي تاذيه، انت كتقول له لا حبس، احنا غادي نمشيو نتعلموا، احنا غادي نمشيو نطبقوا، احنا غادي نمشيو وغادي نواجهوا. لانه هذيك المواجهه كتكتشف فيها قوتك، كتكتشف انه انت عندك
كاينين شي مهارات كيكونوا فينا كيجيو معانا، يعني حنا ما درناش مجهود باش انهم يكونوا عندنا، وهذوك المهارات كيكونوا هما السلاح الخفي ديالنا. مثلا انا كيعجبني انني نهضر، كيعجبني انني نوصل معلومه، انني دزت من شي طريق، انني ننصح، انني نوجه، انني نساهم للاخر، انني نشفي، انني نبغي نكون، انني نفتح باب فكري، نفتح باب ديال ان الواحد يتامل في راسو، انه يكتشف اخطائه. فهاد الشيء هذا كان هو فطري، يعني جا معايا. لكن كيكون عندك مفتاح من ذهب ديال واحد الباب، فاذا انت ما استخدمتيش غادي يتسدى وغادي تفقدو. فكل مهارة عندكم، كل حاجة كتحسوا انكم نتوما فيها مرتاحين وقادين انكم تعطيو، ديروها بلا ما تفكروا. just show up، بانوا، حاولوا انكم توريو لراسكم انكم نتوما عندكم هذيك المهارة وغديروها anyway، كيف ما بغى يكون الحال غادي ديروها. اما بالنسبة للناس فبغاوكم ولا كرهوكم، هما فقط كيبغيو ولا كيكرهوا الصورة الذهنية اللي بناو ديجا هما عليكم. فهذه كتبقى نظرة شخصية وكتبقى وجهة نظري أنا ممكن تختلف على وجهة نظر شخص آخر على نفس الموضوع ولا على نفس الشخص. لأنه أنا مثلا دزت واحد التجارب في حياتي، شفت وعاشرت واحد النوع من الناس اللي خلاوني أنني نبقى نحكم على واحد الفئة من الناس انطلاقا من المسار ديالي. يعني كل واحد كيمثل راسو، كيمثل حياته وشنو هو دوز. فالشخص اللي داز من مراحل صعبة، تآذى، تظلم، تجرح في مشاعره، استصغروه، سرقوه، كذبوا عليه، فكيبقى يظن ان اذا ما شافش راسو، اذا ما قدرش انه يوصل يكتشف ان هادوك فقط هم كانوا اوهام، وهادوك كانوا اسقاطات ديال دوك الناس، وشاف راسو وقف على الصح، فكيبقى يشوف الناس كاملين بنفس الصوره. وما يمكنش انه انت تجي بين ليله وضحاها تمثل عليه واحد التمثيليه وتقنعه، لا. مهما انك انت كنتي بيرفكت، مهما انك انت حاولتي انك تكون بيرفكت وتكون واعر ومثالي وناضي، فبالنسبه له هو غتبقى في نفس الصوره. فعلاش انت غادي دير مجهود وغادي تفقد طاقتك ومجهودك على واحد النوع ديال الناس اللي هو ديجا عنده افكار مسبقه، ماشي غير عليك، على بزاف ديال الناس، حيت هو خصو يتعالج باش انك تكون انت. فجست بي، كون انت وخلي العالم يكون هو، خلي هو يكون يعبر على راسه بافكاره بمعتقداته، ويعيش كيف ما بغى ويشوف كيف ما بغى. ففقط انت كون شاين، اشرق، خلي الحياة تشوف النور ديالك وتشوف البهجة ديالك وتشوف الحاجات الزوينين اللي فيك. ما تحرموش راسكم انكم ديروا داكشي اللي نتوما كتبغيوه، لانه اون جوست دي باساجي، حنا دايزين في هذه الحياة. فتخيل انك جيتي وايماجيني كاع انها تكون لعبة، ايماجيني انك انت تكون عشتي وما لعبتيش وما استمتعتيش وما خليتيش راسك انك هادوك الجواهر ولا هادوك الحاجات الزوينين اللي عطاك الله باش انك تستمتع بهم في الحياة، ما عطيتيهمش اهميه. وكل مره كانت كتجيك الاشاره ديال دير ديك الحاجه، دير ديك الحاجه، دير داك البروجي، دير هذيك الحاجه، تعامل مع دوك الناس، جرب هذيك التجربه، وانت كتحرم راسك. وكل مره كتحرم راسك كتكون عندك كبت، وهادوك المشاعر المكبوته، وهادوك الطاقات وهذيك القوه اللي انت عندك كتبقى تكبتها، واحد النهار كتنفجر في الغير المكان والوقت الغير مناسب. كتبقى انت كتلقى راسك انك ضيعتي طاقه وضيعتي جهد وضيعتي افكار زوينه وضيعتي طاقه وصحه وعمر باش انك ترضي واحد الفئه. ما ترضيو حتى واحد. اذا كنتو نتوما عارفين انكم نتوما في الطريق الصحيحه، just shine، استمتعوا، جربوا، خليو راسكم بحال الدراري صغار، خليو راسكم اطفال. صافي جات الوقت انك دير شي حاجه، ديرها anyway، بغاوني ولا ما بغاونيش.
انا عارفه راسي في الطريق الصحيح، عارفه راسي انني كندير شي حاجه باش ننفع، وعندي نيه طيبه، وعندي هدف سامي ونقي. ف I will be shine. انا غادي نشرق، وغادي نخلي طاقتي ونخلي النور اللي كيدوز من خلالي من عند الله انه ينور طريق بزاف ديال الناس. فاي فكره واي حاجه كتحسوا بها داخلكم انها كتقول لكم بغيت ندوز من خلالكم، بغيت نمر من خلالكم، بغيت ننتقل لهذه الحياه، لانه كل حاجه كنشوفوها في هذا الكون وفي هذا الوجود هي كانت فكره وكانت خيال. فهذوك الناس سمحوا لهذيك الفكره وهذاك الخيال وهذاك النور الالهي اللي داز عبرهم انه يتجسد على الارض، انه يكون ملموس، وانه يتشاف، وانه اذا جا كل واحد انه ما يديرش هذاك الشيء اللي هو خاصو يديروه حقا حتى يكون في واحد الصوره، فديك الصوره ما عمرك غتكون فيها. ايماجيني انك انت ما عمرك تكون في ديك الصوره اللي في دماغك اللي بغيتي انك تكون، وهذيك فقط فشل منك، انك انت غتكون انسان ما غتكونش ناجح، غتكون كدير لراسك اعذار باش انك انت ما تنجحش وما تبانش وما تخليش النور ديالك ينتقل. ف استمتعت صراحة بالحديث على هذا الموضوع، لأنه كنت صراحة جدا عانيت منه لسنين، وكنت كل مرة حتى هاد لاشين يوتيوب كنت كل مرة كندير فيديو كنعطي لراسي بزاف ديال الاعذار انني ما نحطوش وانني ما نهضرش لانه خاصكم تعرفوا ان الحلق ديالنا هو خلق. وانا كانوا عندي مصطلحات كنت كنخدمهم غير ما زويناش، ولكن مع الوقت فاش كتبدا تفهم انك انت هو لو بيلوت، انك انت خاصك تاخد القياده وانت مسؤول. كاينين شي حوايج اللي هما كانوا فينا كبرامج اللي ماشي اللي حنا تبنيناهم باللاوعي، وانهم بقاو كيلعبوا فينا وبقاو كيحاولوا يتجسدوا من خلالنا مده طويله. فلما كتوصل وكتاخذ زمام الامور وكتقول انا هو المسؤول وانا غادي نصلح كل حاجه كانت كتحاول انها تعرقلني باش ما نوصلش وباش ما نكونش باش ما نكونش كاين، لانه ديك الشيء اي حاجه في دماغك كتبغي توقفك هي عدو. فالعدو الحقيقي ديالنا هما افكارنا، هو حنا. اذا ما قدرتيش انك انت تقدر انك تغلب على العدو الاول ديالك والوحيد اللي هو انت، فراه ما غتقدر تغلب على حتى شي عدو. ما كاينش اصلا العدو خارجي، العدو في دماغنا، لانه دماغنا فيه الافكار والمعتقدات والبيئات والانماط والسلوكيات وكل حاجه مبنيه عندنا في مسارات عصبيه وعندنا في خلايانا كتحاول انها فقط تحمينا فقط بطريقه بدائيه. لكن انت فاش كتاخذ زمام الامور واو كتبدا تشرق تدريجيا الى انك تخلي النور ديالك يشوفوا العالم، وكتنور كيدوز النور من خلالك وكتنور اجيال وكتصلح اجيال. فما تكونوش المثاليه وهم، كونوا just be and shine، والحياه زوينه واستمتعوا وعيشوا وجربوا، وما تخليوش الافكار والمعتقدات السلبيه انها توقفكم. تبقاو على خير ونور على نور. تهلاو لي فراسكم الى الفيديو المقبل ان شاء الله.